طب يا سارة، لو ما كانتش البوسة على الخد، سألت سؤال على الدي ام، فحبيت ان انا ارد عليه في فيديو، لان السؤال اكيد هيهم ناس كتيرة، وبالذات بنات وشباب لسه متجوزين. في بنوتة بعتت لي على الدي ام رسالة وبتقولي يا ريت تجاوبيني عليها، بس انا حبيت اشكرها الاول على الكلام الحلو اللي قالته. هي كانت بتقول ان بتحب كلامي عن العلاقات، ومستنيه تحضر الورك شوب بتاعتي الجاي ان شاء الله، هتبقى يوم 29/8، وان شاء الله تقدري تحضريها وهستناكي. بتقولي ان السؤال ممكن يكون عبيط شويتين، بس هي نفسها في اجابه ليه. ان هي كانت في يوم، هي لسه عروسه جديده، راحت عند حماتها وجوزها كان في الشغل، وراح لها على بيت بابا ومامته، وهي كانت قاعدة وهو دخل فسلم عليها وبسها. فحماتها هزقتهم هما الاتنين، وهزقت ابنها، وهزقت البنت ان ده ما يصحش وما ينفعش وقلة ادب وكلام كتير كده. والبنت زعلت وما قدرتش تعمل حاجة، فراحت لمامتها، كانت بتتكلم مع مامتها وبتشتكي لها، فمامتها قالت لها هي الست عندها حق، ودي قلة ادب، وهو اصلا يعني ايه بوس، ودي حاجة مقرفة جدا. فالبنت حصل عندها ايرور، هي بعتها بتسألني هل اللي هي عملته ده هي وجوزها صح ولا غلط. بالنسبة للأم فهي هرد عليها في آخر الفيديو، لكن مبدئيا ألف مبروك على الجواز. السؤال ده فيه كذا بوينت احنا محتاجين بس نوضحها. رقم واحد، ان علاقة حماتك بابنها ممكن تكون بتحبه قوي 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 قوي، فهي غارت ان انتوا بتبوسوا بعض. قبل ما اقولك ان هي غارت، هي البوسة كانت في انهي منطقة؟ بس ده مهم، اوكي؟ ليه؟ لان لو هو دخل وباسك من هنا ومن هنا على الخد، ده المفروض عادي عند بعض العائلات. عند عائلات تانية ممكن تفتكر ان ده محن، ده كده اوفر، انتوا ليه بتبينوا الحب زيادة عن اللزوم، انتوا علشان لسه متجوزين وده الباشن بتاع الحب والافوره تمام. فممكن يكون غيرة على ابنها، ممكن تكون ثقافة، وواضح كمان ان نفس الثقافة دي عند والدتك. انا بالنسبه لي في يعني في ثقافه عائلتي ان ده عادي ان الزوج والزوجه يبوسوا بعض، يسلموا على بعض بالبوس، وبقوله كتير في السيشنز بتاعتي للكلاينتس ان لازم تبوسوا بعض ولازم تحضنوا بعض، وده بيكون عادي جدا وطبيعي، وبيزود الحب ما بين الازواج. تمام. نخلي بالنا ان مش كل الناس ممكن تفهم ده، نخلي بالنا ان مش كل الناس ممكن تستوعبه، ممكن يكون في مقارنات دايما ما بين العائلات، يعني لو شافوا زوج وزوجة بيبوسوا بعض، وما فيهاش مشكلة ان الزوج بيخش بيسلم على مراته، بيسلم على والدته، بيسلم على اخته لو ليه اخت، وهكذا. ده نوع من انواع الحب، ان احنا بنظهر الحب. في عائلات ما بتعرفش تظهر الحب ولا تعبر عنه، فلا عادي. عايزه اقولك ان بعد فتره ان شاء الله ربنا يرزقكم باولاد، ممكن برضو انتوا هتبوسوا بعض قدام ولادكم، لان ولادكم لازم يحسوا بالحب ده، ويحسوا بالانتمسي والقرب بينك وبين الاب، لان ده بينصب على الاولاد، وهم كمان بيفهموا ان العلاقه ما بين الاب والام مستقره، وان ده نوع من انواع الحب، ان احنا نشوق الحب، نظهر الحب، نبين قد ايه ان احنا بنحب بعض، ويكون حقيقي، لان الولاد لازم يحسوا بالحب ما بين الاب والام. طب يا ساره، لو ما كانتش البوسه على الخد، لو ما كانتش البوسه على الخد والبوسه كانت كده زي الام ما بتبوس ابنها او بنتها، مع اني انا برفض تماما ان الام والاب يبوسوا ولادهم من الفم، بس انت وجوزك بوسوا بعض من الفم بوسه سريعه كده، انا برضو بالنسبه لي دي عادي. في ناس ممكن تقرف، في ناس ما تحبش ده، بس هو ما حصلش حاجة غير ان هي بوسة زي من هنا زي ما بوسة من هنا، عادي جدا. انتي طلبتي مني وجهة نظري، فانا بقولك ان حد يشو ان هو بيحب حد، ده عادي، لكن انتي برضو بوسي على الثقافة اللي حواليكي. مش بقولك ان الثقافة دي تمنع ان انتي تبيني لجوزك حبك، او هو يبين لك حبه، بس هما بعد كده هيقلدوكم. البني ادم لما يقلد حاجة حلوة هو كان معترض عليها في الاول، فده مكسب ليكوا انتوا. تمام.
فعادي جدا بوسي جوزك وجوزك يبوسك، هتلاقي اعتراضات وهتلاقي انت هتفهمي الثقافة وهتفهمي ان هم معترضين غيرة، معترضين يعني ما بيحبوش ده، ما تعلموش يحضنوا، ما تعلموش يظهروا الحب، ما تعلموش، فعادي علميهم، مفيهاش اي مشكلة. بالنسبة للست الوالدة فانا عايزة اقول لها ان فايتك كتير. حضرتك برضو ممكن تكون الثقافة ما وصلتش بشكل صحيح، ولكن انت عارفة الاكل بيبقى دايما في المطاعم حاجة اسمها المقبلات عشان يفتح نفسك، فاعتقد ان الرسالة وصلت، ان ده بيقرب جدا العلاقة ما بين الزوجين، ان لما بيبقى فيه قبلات قبل العلاقة الحميمة او في اليوم عادي، مش لازم يبقى فيه علاقة، او ان الزوج والزوجة يهزروا مع بعض بالطريقة دي، فعادي جدا ده موجود حضرتك. وعايزة اقول للبنوتة يعني دي وسيلة من وسائل التعبير عن الحب بينك وبين جوزك، ولازم تكوني بتعملي ده وبحب، وجوزك بيعمل ده وبحب، لانه كمان بيقرب العلاقة ما بينكم جدا. فما تسمعيش كلام ماما، تسمعيش كلام حماتك، انتي صح.